السلام عليكم طلاب تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحه وبافضل حال، اللهم امين يا رب. باذن الله في الفيديو دوت هقول لك على شويه اخطاء انا كنت بعملها لما كنت في الامتحانات، كانت بتضيع مني درجات كتير جدا، فحاول اقول لك عليها وانت تسمعها وتسمع الفيديو للاخر علشان تتجنب الاخطاء دي، لان حرفيا لو انا ما كنتش بعملها كنت جبت مجموع اكتر من كده بكتير كمان. قبل ما ابدا الفيديو دوت حابب انوه بس تنويه صغير، ان باذن الله هنزل لكم فيديوهات مراجعه للجبر، هيبقوا عباره عن فيديوهين. اول فيديو هينزل يوم الجمعه وتقريبا هتكون مدته 3 ساعات شارح فيه الجبر كله. ثاني فيديو هينزل هيكون يوم السبت، وده هيكون حل امتحانات على الجبر بتاع ثالثه اعدادي كله. فما تنساش تتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات اللي هتنزل دي وتعرف تستفاد منها. وعلشان ما اطولش عليك اكتر من كده خلونا نبدا الفيديو. اول غلط كنت بعمله اثناء الامتحانات او اثناء اللجنه وهو التوتر. انا من الناس اللي كانت بتتوتر جدا اثناء الامتحانات، سواء بقى خوف من الاهل او سواء خوف من ان انا ما اجيبش مجموع عالي، او سواء ان الناس حواليا كانت بتغش فخايف ان هم يجيبوا مجموع اعلى مني، او سواء المراقبين اللي بيقعدوا يزعقوا ويقولوا ده فاضل 5 دقائق فاضل 6 دقائق ويقعدوا يوتروا فيه. فعايز اقول لك ان انت مالكش دعوه بكل اللي بيحصل حواليك دوت، انت ليك ميعاد هتطلع فيه، فركز في ورقه اجابتك ومالكش دعوه باي حاجه ثانيه. تاني غلط كنت بعمله ان انا ما كنتش بقرا السؤال للاخر، ودوت كان بيضيع عليا درجات كتير جدا، وحرفيا نص درجه السؤال كانت بتضيع عليا، لان ممكن السؤال كان يقول لي صوب مع التعليل او صحح مع التعليل، فانا صحح وما اقراش السؤال للاخر وما اشوفش كلمه التعليل دي وانسى اقول له اجابه او ليه التعليل او ليه انا عامله صح او ليه انا عامله غلط، فيضيع عليا نص اجابه السؤال رغم ان انا ببقى عارف الاجابه. ثالث غلط كنت انا بعمله ان انا بحل الاسئله الصعبه وبقول هسيب السهل للاخر، اول وقت يخلص وملحقش احله او احله اي كلام. رابع حاجه ما تركزش مع اي حد في اللجنه، سواء طلاب بتغش او سواء المراقبين بيعلوا صوتهم، لان مجهود الترم كله في الساعتين بتوع الامتحان دول، فانت مهمتك كلها ان انت تركز في ورقه الامتحان وتحل الاسئله ومالكش دعوه باي حاجه تحصل حواليك. خامس حاجه ان انا كنت بنسى الوقت، بنسى ان وقت الامتحان هو ساعتين بس، مش انا قاعد في البيت مع نفسي فالمده مفتوحه، فالمفروض ان انت تعمل لنفسك لكل سؤال مده معينه، السؤال دوت هيتحل في 10 دقائق، السؤال دوت هيتحل في 5 دقائق، علشان تيجي في اخر اللجنه تلحق تراجع او تكون حليت الاسئله كلها، ما يبقاش الوقت خلص وانت في اسئله ما حلتهاش رغم ان انت عارفها. سادس غلط انا كنت بعمله ان انا كنت بمسح الاجابه الصح وبغيرها بالاجابه الغلط في اخر الوقت او على اخر ثانيه، لمجرد ان انا ممكن اسمع الطلاب حواليا بيقولوا لا ده اجابه غير الاجابه اللي انا حاللها فكنت بغيرها. فطالما انت متاكد من الاجابه خلاص ما تغيرهاش، حتى لو كل اللجنه بيقولوا اجابه ثانيه او سمعت الناس بيقولوا اجابه ثانيه غير الاجابه اللي انت حاللها، اجابتك طالما انت متاكد منها اوعى تغيرها. سابع غلطة أنا كنت بغلطها في آخر نص ساعة تقريبا من اللجنة، كنت بتوتر بزيادة بسبب إن المراقبين كانوا كل شوية يقعدوا يقولوا ده فاضل 5 دقايق فاضل 10 دقايق فاضل ربع ساعة، كنت بقعد أتوتر. المفروض إن أنت ما تتوترش ومالكش دعوة بده كله، لأن أنت ليك وقت معين هتطلع فيه، المراقبين بقى يقولوا فاضل نص ساعة فاضل ربع ساعة، ليك وقت معين هتطلع فيه، فمالكش دعوة بيهم ولا تركز مع كلامهم. آخر حاجة كنت بعملها ويمكن هي دي الحاجة الوحيدة الصح اللي كانت بتنفعني بعد ما أطلع من اللجنة، إن هو إن أنا ما براجعش، بطلع خلاص بركز للمادة الجاية، المادة اللي انا امتحنتها وخلصتها دي خلاص بمسك الورق بتاعها كله برميه او بعينه على ناحيه وما براجعش وبركز في الماده الجايه. خلاص الماده اللي انا امتحنتها دي خلاص ما بشيلش همها، بركز في الماده الجايه، والماده اللي انا امتحنتها بمسك كل الكتب بتاعتها برميها او بحطها على جنب بعيد عن عيني. اخر واهم حاجه هقول لك عليها في الفيديو دوت وهو تنظيم الورقه، وركز معايا، تنظيم الورقه غير ان خطك يبقى حلو في الورقه، تنظيم الورقه ان انت تحل كل سؤال في صفحه، ان انت تسطر الصفحه نفسها، ان انت تخلي شكل الورقه او تنظيم الورقه شكلها حلو، بحيث المصحح لما يجي يصحح يلاقي ايه ده حتى لو هو مش عايز يديك درجه هيضطر غصب عنه، حتى لو في سؤال غلطان فيه او المفروض ينقصك نص مش هيرضى ينقصك نص علشان انت منظم له الورقه، غير لما يلاقي ورقه ثانيه معجونه والسؤال الاول والثاني والثالث في نفس الورقه، لا هو مديك ورق معين ومديك كراسه الاجابه تحلله كل سؤال في صفحه واحده، فانت اعمل كده، نظم له الورقه، سطر له الورقه، كل سؤال في صفحه، اكتب له على صفحه من فوق ده السؤال الاول ورقم والنقطه الاولى فيه رقم 1 والنقطه الثانيه رقم 2، وتكون منظم له الدنيا كده. واخيرا وليس اخيرا اقعد ادعي بعد ما تخلص وتسلم الورقه، قول اللهم اني استودعك اجابتي، وان شاء الله ربنا يوفقكم ويكرمكم كلكم. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، سلام.